خيار وفقوس، مثل مصري قديم كلنا بنستخدمه تقريبا. بنقوله لما بنحس إن في ناس بتتعامل وتتحاسب بطريقة، وناس تانية بتتعامل وتتحاسب بطريقة مختلفة تماما. تفتكروا ليه المثل ده عايش لحد النهاردة؟ زمان كان الخيار والفقوس بيتزرعوا في نفس الأرض، يتسقوا من نفس المية، ويتعرضوا لنفس الشمس. لكن ساعة البيع واحد يبقى له تقدير وأهمية، والتاني يتسعر بتقدير مختلف. ومن هنا بقى المثل رمز للتمييز. المثل معاش السنين دي كلها علشان بيحكي عن نوعين خضار، هو عاش لأنه كشف إن صفة من صفات الإنسان على مر الزمان الكيل بمكيالين واللعب في الميزان. وإحنا كتير بنستخدم المثل ده، بس بنتعامل معاه كنكتة شعبية ونضحك، مع إنه في الحقيقة اتهام صريح إن الميزان فيه خلل، إقرار إن دايماً في تمييز بين الناس وبعضها. إحنا طول عمرنا بنقول إن العدل مبدأ، والرحمة مبدأ، والأخلاق مبدأ. لكن لما بنيجي نطبق المبادئ دي في الواقع، بنكتشف إن كل المبادئ دي بتتجزأ. نفس الفعل، نفس الغلط، نفس الكلمة، بس الحكم بيتغير. المبادئ اللي من المفترض تكون ثابتة بقى فيه منها نسخ مختلفة. العدل على حسب، والرحمة على حسب، والأخلاق على حسب. كل مبدأ وأي مبدأ بقى على حسب. وكل مرة بنجزأ المبادئ بنقنع نفسنا إن ده مجرد استثناء. لكن لما كل موقف يبقى ليه استثناء، فيبقى السؤال الحقيقي هو فين المبدأ أصلا؟ محدش فينا يحب يعترف إنه متحيز أو بيكيل بمكيالين، بس الحقيقة أغلبنا بقى بيلعب في الميزان، ويقصقص ويلزق في المبادئ على مقاسه. ناخد الجزء اللي يريحنا من المبدأ، ونسيب الجزء اللي هيحاسبنا. بنحب العدل بس في مواقف معينة، بنحب الرحمة بس مع ناس معينة، ونحب المساواة بس لحد معين. الحلقة دي مش عن الناس اللي ما عندهاش مبادئ، الحلقة دي عن الناس اللي مقتنعة إن عندها مبادئ، لكن عملت منها نسخ كتير وبقت تشغلها على حسب. علشان كده أول سؤال مش هل عندك مبدأ، السؤال هل المبدأ اللي عندك بيفضل ثابت مهما تغير الشخص أو الموقف اللي قدامك؟ خلينا ننسى المبادئ الكبيرة دلوقتي، بس هنرجع لها ونبدأ بمواقف بسيطة أغلبنا بيعملها. نجرب تجربة بسيطة، من غير ما نغير الفعل، هنغير الشخص بس. واحد أنت بتحبه اتأخر عليك في ميعاد، غالبا هتقول أكيد حصل له ظرف، وهتكون قادر إنك توجد له أعذار. لكن لو حد أنت أصلا مش مرتاح له اتأخر بنفس المدة، يمكن أول حاجة هتيجي في دماغك استهتار وقلة احترام. اللي اتغير مش التأخير ولا عدد الدقايق، اللي اتغير هو الشخص. زميل ليك في الشغل أنت بتحبه غلط، هتقول معلش، كلنا بنغلط. زميل تاني بينك وبينه خلاف غلط نفس الغلطة، يبقى لازم يتحاسب. واحد ينزل عليه بلاء، مرض، خسارة، فشل، فيقول ده ابتلاء علشان ربنا بيحبني وراضي عني. لكن لو خصمه حصل له نفس البلاء، نفس الخسارة ونفس الألم، يتغير الكلام، يبقى عقاب، غضب ربنا، واللي حصل له ده نتيجة أفعاله. في الأمثلة البسيطة دي الحدث أو الفعل ما اتغيرش، اللي اتغير هو الاسم والأشخاص. المبدأ بيتوسع ويتضيق على حسب الشخص. نفس الفعل ليه حكمين على حسب مين اللي عمله. وهنا في سؤال مهم، لما بتسمع عن أي موقف أو خلاف أو خبر فيه مشكلة، إيه أول معلومة بتدور عليها؟ اللي حصل ولا حصل لمين ومع مين؟ جرب تراجع آخر خلاف سمعت عنه أو آخر خبر أو مشكلة. غالبا قبل ما تكون رأيك بتكون عرفت أسماء أطراف المشكلة، وبعدها الرأي يبدأ يتكون لوحده. لو الشخص أنت بتحبه
هتدور على تفسير في صالحه، ولو الشخص أنت مختلف معاه هتدور على الإدانة. في اللحظة دي المبدأ بقى زيه زي العجينة، بيتشكل على حسب. المبدأ فقد أهم حاجة فيه، الثبات. لأن قيمة أي مبدأ مش إنه يعجبني أو ينصفني، قيمته إنه يفضل هو هو سواء كان معايا أو عليا. قيمته إنه يبقى ميزان عدل على الكل، والميزان وظيفته يوزن وبس، ما بيبصش على الوشوش. إنما أول ما يبتدي يبص على ده مين وده مين ما بقاش ميزان. ممكن حد يقول ده عادي، دي طبيعة البشر وكل الناس بتعمل كده. صحيح، بس هي لو المشكلة كانت مجرد انحياز فردي بسيط تعدي. أخطاء صغيرة، تفسير أو انطباع أو حتى مجاملة ممكن تبقى مقبولة. طول ما الموضوع بيني وبين نفسي يمكن ضرره يبقى محدود. لكن السؤال، إيه اللي يحصل لما على حسب تدخل حتى في المبادئ اللي احنا بنقول إنها مقدسة؟ لما العدل يبقى على حسب، ولما القوانين تبقى على حسب، ولما الدين نفسه نستدعيه على حسب، لما مجتمع كامل يعيش بأنصاف مبادئ، مجتمع كامل ميزانه يبقى على حسب. دايما بنتكلم عن المجتمع كأنه كائن مستقل، كأنه حاجة غيرنا. لكن المجتمع عبارة عن نسخة مكبرة من كل أفعالنا وسلوكياتنا وكل اللي جوانا. يعني لو كل واحد فينا بدأ يجزأ ويفصل في المبادئ على مقاسه، طبيعي جدا إن ده ينعكس على المجتمع كله. علشان كده بقينا بنشوف الخيار والفقوس والكيل بمكيالين بيحصل على مستوى أكبر من نطاق الأفراد. ناخد مثال بسيط على مستوى المجتمع. لو شفنا شخص عادي بيرتكب خطأ أخلاقي جسيم، دعس واحد بعربيته مثلا وهو سايق بسرعة جنونية تحت تأثير المخدر، أظن مجموعة أخطاء مع بعض كل واحد فيهم لوحده يستحق العقاب. وبالفعل غالبا مش هيلاقي حد يبرر له اللي هو عمله، وهياخد عقابه مش بس بالقانون لكن كمان بكلام الناس ونظرتهم ليه ونبذه ومقاطعته، والكل هيقول يستحق العقاب. لكن لو نفس الخطأ صدر من شخصية ليها مكانة كبيرة، فنان، لعيب كورة، شخصية محبوبة أو عندها نفوذ، الكلام هنا هيتغير. وهنسمع كلام من نوعية هو غلط بس عمل حاجات تانية كتير كويسة، ما نستعجلش في الحكم، ما ينفعش ننسى تاريخه وحرام نضيع مستقبله. وممكن كمان نعمل له حملات دعم على السوشيال ميديا. وبالمناسبة للي مش عارف، المثال ده حدث بالفعل، وده مجرد مثال فيه زيه كتير. وأنا هنا مشكلتي مش مع الرحمة ولا مع الفرصة التانية. الرحمة مبدأ جميل، مشكلتي إن الرحمة والفرصة التانية بقت امتياز مش مبدأ. لو إحنا مؤمنين إن الإنسان يستحق فرصة تانية يبقى كل إنسان يستحقها. ولو إحنا مؤمنين إن بعض الأخطاء لازم يتحاسب عليها يبقى كل إنسان يتحاسب. لكن اللي بيحصل هنا إن المبدأ طلع بيتفاوض مع الشهرة، مع النفوذ، مع الشعبية. وهو ده الفرق بين مجتمع بيحكم بالمبادئ والقوانين ومجتمع بيحكم بالأسماء والأشخاص. في المجتمع الأول الأسماء ما بتغيرش الأحكام، أما في المجتمع الثاني الأسماء هي اللي بتكتب الأحكام. لكن يمكن لحد هنا إحنا بنتكلم على أحكام الناس، ردود أفعال الناس. السؤال الأخطر، هيحصل إيه لما الخيار والفقوس يدخل أي منظومة أو مؤسسة أو نظام من المفترض يكون قائم على قواعد وقوانين ما ينفعش تتغير على حسب. يمكن طبيعة البشر إنهم بينحازوا أو بيميلوا للي بيحبوه، لكن في جهات المفروض ما تعملش كده. أي منظومة سواء كانت مؤسسة أو شركة أو حتى مجموعة صغيرة اتفقت على مبادئ وقواعد وقوانين تحكم ما بينهم، منظومة زي دي ما ينفعش تشتغل بالمزاج. هي موجودة أصلا علشان تمنع المزاج، تطبق نفس المبادئ والقواعد والقوانين على الكل. تخيل الناس حزنت قد إيه في ماتش كورة علشان حسوا إن الحكم بيحكم على حسب فريق، على حسب لاعب. ودي في الأول وفي الآخر مجرد لعبة، لكن علشان الناس كانت عارفة إن في قواعد وقوانين وشكوا إنها مش بتطبق بالعدل،
حسوا إن اللعبة كلها انهارت. طيب لما دي مجرد لعبة وحصل كده، هيحصل إيه بقى في المهم؟ لما منظومة كبيرة مهمتها إنها تطبق القوانين وتحكم بالعدل، برضه تطبقوا على حسب. القوانين تبقى صارمة مع شخص ومرنة مع شخص تاني. الخطأ يبقى لا يغتفر إذا صدر من حد، لكن تتوجد له الأعذار والمبررات إذا صدر من حد غيره. والأحكام والقرارات الكبيرة تبقى صورية، مجرد حبر على ورق. والنتيجة الطبيعية لكل ده إننا نشوف مجرم حرب صادر ضده قرار توقيف عايش حر طليق، وبيقف يخطب في وسط ناس بتسقف له على كل كلمة، وبيكمل إجرامه في حين إن أشرف الرجال والنساء محبوسين في السجون. النتيجة الطبيعية لكل ده إن الناس مش هتبقى مستنية العدالة، الناس هتبقى مستنية تعرف مين صاحب القضية، علشان تعرف هيتحكم عليه إزاي. ويمكن دي أخطر لحظة ممكن يوصل لها أي نظام، لما الناس تبقى قادرة تتوقع الحكم من غير ما تعرف أي تفاصيل، لأنها عارفة إن الميزان فيه خلل. الميزان مش هيقيس الفعل، هيقيس صاحب الفعل. الميزان بقى مكتوب تحتيه بوضوح: القوانين تطبق على حسب. لكن تصور إن دي مش أخطر نتيجة، لأن طول ما الناس لسه بتلاحظ إن في خلل، يبقى لسه في أمل إن الميزان يتصلح. الأخطر لما الناس تبطل تستغرب أصلا، وتبقى كلمة على حسب بالنسبة لها أمر طبيعي. أي حد لما يشوف نفس المبدأ بيتغير كل يوم على حسب الشخص وعلى حسب المصلحة وعلى حسب الانتماء، هيبدأ يسأل نفسه: هو في مبدأ أصلا؟ هيشك في وجود المبدأ من الأساس. وبدل ما يسأل إيه الصح أو فين العدل، هيسأل فين مصلحتي وإيه اللي هينفعني. كل ما يتأكد إن الميزان فيه خلل، هيدور على الطريقة اللي تخليه في كفة الاستثناء، مش الكفة اللي بتطبق عليها كل القواعد والقوانين. هيدور على الواسطة أو النفوذ، الشهرة أو القوة، لأنها أضمن. وكل المبادئ هتتلخص في مبدأ واحد بيقول: الدنيا ماشية كده. والمبدأ ده إعلان إن الميزان اتكسر، وإننا بطلنا حتى نتوقع إنه ممكن يتصلح، وإن كل حاجة بقت على حسب. لكن يمكن لسه في سؤال أخير: إحنا إزاي وصلنا للمرحلة دي؟ إزاي وصلنا إننا نبقى عايشين في عالم كل المبادئ فيه بقت محل شك؟ سهل جدا ندور على أي حد نحمله المسؤولية، مؤسسات، إعلام، أنظمة، أي حد غيرنا، وده هيكون مريح، لكن كمان هيكون أسهل طريقة هروب واستسلام. ومهما هربنا هنوصل لنفس الحقيقة في كل مرة: المجتمع هو إحنا اللي بنشكله. في كل مرة جزأنا في المبادئ وقبلنا استثناءات علشان على هوانا، في كل مرة غيرنا أحكامنا علشان حد قريب مننا، في كل مرة قلنا هي المرة دي وبس. إحنا اللي كنا بنعلم الميزان إزاي يميل، ومحدش هيعدله غيرنا لو عايزين. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.